يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل ريفيو عن قرية رمسيس اللي موجودة في الساحل الشمالي، وده يعتبر كده الساحل الطيب مش الشرير. القرية يا جماعة كلها جناين. مفيش حتة مفيهاش جناين. كده احنا دخلنا القرية. عايزة اقول لكم ان كل الشاليهات اللي فيها مش مجروحة خالص. كل الشاليهات يعني مفيش اي شاليه كان مجروح. وكمان في هناك كمان فيلل فيها برضو مش مجروحة تماما. اهو دي كل كده الجاردن اللي موجوده في القريه. هوريكم بقى البسين بس يا دوبك، يعني تدخل بس كده يمين تبقى انت وصلت البسين. كده بقى احنا وصلنا للبول اهو. البول ما شاء الله كبير قوي. في منه جزء طبعا بيبقى الناس اللي هي القزعه زي حالاتي كده من اول متر وعشرين، وبعد كده بقى بيبدأ الغويط لغاية 4 متر ونص. وفي كمان حمام سباحة عاملينه للأطفال، وبرده حمام السباحة بتاع الأطفال كبير. أنا هنا كنت مصورة وهو كانت الساعة 2 الظهر، فكان باين ان هو زحمة وفيه ناس. دلوقتي بقى جايبولكوا وهو فاضي تمام. طبعا بقى مستغربين ازاي الصوت كده فجأة راح. هنا بقى كنا الساعة 6 الصبح. احنا كنا دايما بنصحى الساعة 4 الفجر عشان ننزل نشوف الشروق. شفنا الشروق وقلت اروح بقى اصور لكم البول الساعة 6 الصبح عشان خاطر يكون فاضي تماما. دي طبعا الكافيتيريا تبع البول. بس طبعا على الساعة البول بيفتح كل يوم الصبح من الساعة 9 الصبح لغاية 8 بالليل، وكان كل سنة من 9 الصبح لغاية الساعة 7، بس السنة دي خلوها لغاية 8 بالليل. البول ما شاء الله كبير جدا يعني. بصوا مش عارفين تجيبوا نهايته بالكاميرا. دوت كده البول بتاع الكبار، ودلوقتي هروح اوريكم البول بتاع الاطفال برضو كبير مش صغير. اسعار الكافيتيريا كانت وسط. مثلا المانجا مثلا كانت ب60، الكابتشينو ب50، القهوة ب25 كده. دي كانت اسعار الكافيتيريا، كانت كلها اسعارها معقولة يعني. ودوت كده البول بتاع الاطفال. طبعا انتم مستغربين عشان الصوت حبة بيكون طبيعي وانا هناك، وحبة بيكون فويس اوفر وانا قاعدة هنا في مصر. فمعلش عشان انا وانا بصور هناك كنت شوية بكسل ان انا اتكلم. دوت بقى السلم بتاع البول بتاع الكبار، احنا كنا بنقعد عليه لان احنا لما بننزل اخر سلمه ما بيكونش لينا طول، كنا بنقعد بس عليه. ده كان اقصانا يعني. اول نروح ننزل بقى في اللي هو الحته اللي هي بتاعت عمق متر وعشرين ديت الناس القزح. الخط بين البسين والبحر ما يكملش يا جماعه 5 دقايق مشي. احنا كده اهو خلاص وصلنا، داخلين على الكورنيش بتاع البحر. لو اللي هنا في القريه مستأجر والبروكر او السمسار ما جابلوش اللي هو الاسوره، هيدفع كل فرد 40 جنيه وهو داخل البول. لكن لو البروكر اداله اسوره، والاسوره دي على فكره مجانا مش بتكلفه حاجه يعني. بتدخل البول مجانا. الفرد ب40 اللي هم الكبار بس، والاطفال بيتغاضوا عنهم يعني ما بياخدوش على الاطفال. والبحر كمان في ليهم كراسي وشمسيات بيبقى ليها برضو ايجار، بس ايجار سعرها رمزي جدا. كده اهو احنا وصلنا على البحر، شايفين البحر اهو. بحاول بقى اوريكم الكورنيش، بس طبعا هو الكورنيش دلوقتي مش ممتع عشان احنا في عز الظهر، لكن بالليل بقى بيبقى فيه كده عجل وبيتش باجي اهو. ده الكورنيش اهو، كل ده الكورنيش. هو اديلكوا الكورنيش الناحيه التانية، وده الكورنيش الناحيه التانية اهو. ودوت بقى البحر. تمشوا حته صغيره قوي تبقوا خلاص وصلتوا للبحر يعني. اهو كل دوت الشط بتاع القريه. الشط كبير قوي ما شاء الله، وفي كمان كافيتيريا وكذا مرجيحه موجودين على الشط. كده بقى احنا وصلنا الشط ده. هنا كنت من فوق، وهنا بقى جبته لكم. كنت الاول قاعده فوق على برج المراقبه، وبعد كده بقى لما نزلت حبيت اصوره. الساعه كانت يا جماعه 6 الصبح، فهتلاقوا الاضاءه بتاعه الكاميرا مش متظبطه قوي يعني. اهو بصوا البحر ولونه وجماله. الشط ما شاء الله كان كبير قوي. هو مقسوم نصين او ليه زي مدخلين، مدخل للاونر ومدخل للمستاجر اهو. دوت كل الشط والبحر. عايز اقول لكم البحر كان جميل جدا، بس كان فيه موجة بس مش عالية قوي يعني. احنا كنا بننزل فيه هو كده، رغم ان كان دايما برج المراقبة حاطين على طول العلم اشارة حمراء، وعمرهم ما غيروها، اللي هو يعني خطر ان انتوا تنزلوا. احنا كنا كل يوم بننزل البحر، وكان دايما بيكون لينا طول، ما كناش بنغوط. وعلى فكرة البحر فيه كافيتيريا، بس هي كانت قافلة دلوقتي، وكمان فيه مرجحة.
دلوقتي بقى يا جماعه هندخل على الشقه. اول ما بندخل من الشقه اول حاجه بتقابلنا هي الحمام. دوت الحمام، وكان فيه سخان كهرباء. الشقه بشكل عام كانت نظيفه. الشقه دي عباره عن 3 اوض، كل اوضه فيها سريرين ودولاب، وكمان ليها مدخل خاص بيها، وليها كمان جاردن. دي اول اوضه معانا اهي، كان فيها سريرين وتسريحه صغيره قوي وكومودينو، وفيها مروحه ودولاب صغير. الشقه دي يا جماعه كان ايجارها 1500 في اليوم. حاليا يعني السنه دي ايجارها 1500 في اليوم. بس احنا كنا واخدين شقه كبيره. في هناك برضو شقه بتكون استوديو، وفي شقه بتكون اوضه بس وصاله، يعني انت تختاري اللي انت عايزاه. ودوت المطبخ كان واخد نظام اللي هو المطبخ الامريكي. في اهو غساله وبوتاجاز ورخامه، وفي كل الادوات اللي هي بتاعه الطبخ، اللي هي الاطباق، الحلل، كل الحاجات دي كلها. وفي كده طبعا ثلاجه، وفي كاتل، وفي خلاط. الشقه بشكل عام كانت نظيفه، ما كانش فيها اي حاجه مش نظيفه. دلوقتي بقى ندخل على الاوضه التانية. كان فيها كنبه تاخد فرد، وفيها كمان سرير ودولاب. والاوضه دي يا جماعه ما كانش فيها مروحه، بس هو هناك الجو بالليل بيبقى حلو طراوه يعني. دوت بقى الريسبشن، فيه شاشه ورسيفر وانتريه، سجاده صغيره وترابيزه صغيره. دي تالت اوضه، برضو فيها سرير وكومودينو ودولاب وفيها مروحه. يبقى كده في عندنا اوضتين فيهم مراوح، واوضه واحده بس من غير مروحه اهي. ده الفيو من ناحيه تانية. وادي الصاله اهي. البلكونه بتاعت الصاله بقى دي بتخرج على الجاردن والمدخل الخاص بتاع الشقه. ادي المطبخ اهو، وده شباك المناوله. المطبخ فيه كل الادوات، يعني مش ما تجيبيش اي حاجه معاكي من مصر يعني. والشقه كان فيها نيش، في طقم شاي وفي كمان طقم صيني. دلوقتي بقى يا جماعه نخرج على المدخل الخاص والجاردن. اول حاجه بتقابلنا ترابيزه ليها 6 كراسي، عشان زي كانها كده سفره، بس دي عباره عن ترابيزه و6 كراسي. وديت الجاردن اللي هي الخاصه بالشقه. وهتلاقوا على اليمين اهو دوت الباب الخاص برضو بالشقه. في بقى ورا كده ادي اول حاجه الشوايه، ولما تلفي كده ورا شويه هتلاقي المنشر بتاع الغسيل. منشر اللي هو عباره عن حبال يعني اهو. ده الشقه من ورا، ودوت المنشر اللي كنت بقول لكم عليه. كده دي كل التفاصيل بتاعه الشقه. وقلت لكم ان اليوم فيها بالايجار 1500 في اليوم. انا كنت مأجراها تبع سمسار اسمه عماد الشرنوبي. هسيب لكم رقم تليفونه حالا في الفيديو، هتلاقوا رقم تليفونه. وده المدخل بتاع الشقه. هنا بقى فتحت المدخل وكنت عايزه اعرف هخرج الاقي ايه اهو. وهنا بقى كنت عايزه اوريكم الجاردن اهي. هحاول اجيبها لكم من اولها لاخرها. بعد الجاردن دي برضو في اللي هي الجاردن الخاصه بالقريه نفسها، بس دي الجاردن دي خاصه بالشقه يعني اهي. نكون خلصنا الريفيو بتاع قرية رمسيس. يا رب الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم. انتظروا الجزء الثاني من قرية رمسيس، مصورة فيه الجامع، ومصورة فيه ملعب كرة القدم والكيدز اريا والكافيتيريا والمطاعم كلها اللي هناك، وكل ملحقات قرية رمسيس.